تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم. رسالتنا لهذا اليوم ربما تكون نادرة جدا ولأول مرة تحدث في العراق. طفل يحتوي على جهازين، جهاز ذكري وجهاز أنثوي، وأيضا عند عائلة هذا الطفل مطالبات بخصوص قضيته. راح نتواجد ونشوف وين مطالباتهم. خليكم ويانا. والله الصراحة أني نمت 3 أيام بالمستشفى لهنا، يعني كنت انتسامة وحمل وضغطي كان صاعد، فما قالوا لي 3 أيام، ما قالوا لي إنه هو يعني بهيجي حالة. من دا أطلع بالخروج مال المستشفى بوعت الطبلة مال المستشفى كاتبين الجنس غير معروف على الطبلة. فسألت أختي قلت لها يعني ها شنو، يعني ظلت قالت نيم وما معروف، يعني خطير مش عرفتني، أنا عرفت الشغلة. قالت لي اي بعد الحد الآن ما معروف لا هو ولد ولا هو بنية. اي فاني سكتت، حتى يمكن بوقتها ضغط الصعاد وما اعرف شنو، يعني انقهرت. من طلعت للبيت شفت وضعه. عنده جهاز يعني اللي يشوفه من الخارج يشوفه هو يعني مال بنية ومال ولد. جهاز العضو مالته الخارجي يعني موجود، بس هم انه مشوه، يعني مو طبيعي، مو مثل الطبيعي. فدزنا على طبيب اختصاص هرمونات، قال لازم احنا نشوف نفحصه، نشوف هرمونات شنو على مود نقرر يعني شو نسوي له عمليات. طبعا قالوا له عمره 6 أشهر، هو يا الله يبدي لين عمره صغير هسه ما يتحمل بنج، فنكمل فحوصاته منا لحد ما يصير العمر اللي ندخله عملية. التحاليل الغدة الكظرية طلعت طبيعية، قال هذا الشيء مطمئن، يعني نطمن من عنده. الهرمونات مالته طلعت الأنثوية والذكرية متساوية، يعني اثنيناتهم طبيعيات. قال هذا حيرنا الشيء. بالسونار من أخذنا له سونار هم بالمدينة أخذناه، طلع عنده العضو الذكري داخلي مالته كامل، وطلع عنده رحم بس مبايض ما عنده. فهم ظل محير، قال احنا هذا الشيء حيرنا، فما نقدر هسه كل شيء نقرر. طانا 2 شهر لان هو اجى بال8، قال 2 شهر وتراجعوني، لان نقول حتى يكمل 9 وشهر نعطيه طرح اللي هو فوق الشهر مالته، يعني منين ولد، وتجوني حتى نشوف هم نعيد التحاليل ونسوي له تحفيز للغدة الكظرية مالته، نحفز الهرمونات حتى نشوف شنو يعني يا هرمونات اللي تقل ويا الهرمونات اللي تثبت عنده. والله احنا مطالباتنا بالوزارة الصحة على مود هذا الطفل شوية حالته يعني تعبانة، وتكاليف المصاريف مالته كلش يعني تكاليف، وأنا قاعد إيجار وشغل يوم أكو يوم ماكو. والله كل تحليل دم طب يعني دي يكلفنا فد ورقتين 3 وانت تعرف بعد بالأمور. هاي لحد الآن تحاليل من غير العملية؟ هاي من غير العملية تحاليله. زين العملية حددوا لكم سعر وانطوكم فد شيء مبدئي؟ ما حددوا لحد الآن، ما حددوا، بس قال يعني الدكتور قال راح تتعبون بيه وراح تصير التكاليف مالته كلش هواي. ايوه احنا يعني ما نقدر على هاي التكاليف. شنو مطالباتكم من وزارة الصحة؟ والله مطالباتنا بس خلي يشوفون هذا الطفل، هو هذا غيدي من وزارة الصحة، يشوفون حالته. بالبداية هو الولد أبو الطفل هو صديق، بس يعني بعيد عن بيتي، بس من واحد لواحد عرفت هذا الشيء، إنه هي الحالة إنسانية صراحة، يعني تقول إنه إنسانية يعني بحتة، لا أنا أفيده ولا أنت تفيده، اللي يفيده رب العالمين صراحة بهيك حالة. لكن إحنا وسيلة، أنتم إحنا الناس الخيرة نقول إحنا وسيلة. عرفت هاي الحالة، ناشدت أكثر من مكان صراحة، بس اللي بالبداية إنه أنتم جيتوا. أنا أتصور إنه حالة نادرة، أول مرة بالعراق يمكن أنا أشوفها أو أسمع بها.
نتمنى انه المعاينه لهذا الوضع، يعني وضع انه البيت ايجار، ما يملكون، يروحون للمضمد مو للمستشفى. انا بالنسبه لي يمكن نقول نساعد، بس نساعد احنا كل من على قد المستطاع، لكن نناشد الجهات العليا لمساعده هذا الطفل نترك العائله، نقول هذا الطفل يعني يجوز يفوت عالم للجنه. بعد ما شاهدنا هذه الحادثة النادرة جدا بهذا الطفل اللي يمتلك جهازين، جهاز ذكري وجهاز أنثوي، بحاجة إلى تحاليل، وهذه التحاليل تكلف مبالغ كبيرة لعائلة هذا الطفل اللي ما يمتلكون حتى بيت يسكنون فيه. رسالة إلى وزارة الصحة بضرورة التعاون مع هذه العائلة وإيجاد حلول وإجراء عملية سريعة لهذا الطفل. وصلنا وياكم لختام جولتنا لهذا اليوم.